السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يا إخوان، اليوم بدنا نحكي عن موضوع، لكن قبل ما نحكي عن هذا الموضوع بدي أورجيكم فيديو. وهذا الفيديو بدي من الأخوة أبناء محافظة السويدة إنه يأكدوا لي هذا الخبر، أو مين هذا الشيخ. يعني هل هذا أول شيء الفيديو صحيح؟ هل هذا الشيخ تابع للطائفة الدرزية؟ طب إذا هو كان تابع للطائفة الدرزية، هل هو من يعني هو في سوريا، لا في فلسطين، لا في لبنان؟ فرجاء يا أخوي، رجاء اهتموا في هذا الموضوع، وبدي إياكم تعلقوا تحت عن صحة هذا الفيديو أو تفاصيل هذا الفيديو. مقدمتهم مشايخ العقل. أتوجه إلى صديقي وصديق الدروز وزير الخارجية جيدعون ساير، طالبا منه المساعدة منه شخصيا ومن قيادة وشعب دولة إسرائيل، من يهود ودروز وإسلام ومسيحيين، لضرورة التدخل المباشر في الجنوب السوري وجبل الشيخ والسويداء وريف دمشق وعموم جبل الدروز. إن تهديدات المنظمات الإرهابية قد وصل إلى مرحلة الفلتان وعدم السيطرة، وقد يتفاقم الوضع أكثر في الأيام القليلة القادمة. نريد منكم التدخل المباشر في الجنوب السوري لإنقاذنا من الجماعات المتطرفة، علما أننا نسعى لحكم لا مركزي مبني على المحبة والتسامح والإنسانية، سعيا وراء العيش بسلام مع كافة المكونات العرقية والإثنية، وإحلال السلام في المنطقة والتطبيع مع دولة إسرائيل. فنحن منتظرين من إخواننا أبناء السويدة يعني يأكدوا لنا هذا الخبر، وأكيد هو يعني ما بمثل عموم أهل السويدة. اللي امبارحة يعني طلعنا وشفنا مظاهرة يعني بالآلاف المؤلفة تؤكد على وحدة سوريا وتؤكد على وطنية محافظة السويدة، لكن احنا من باب التأكد حتى نرد على هذا الداعي، على هذا اللي بده يستجلب الاحتلال الإسرائيلي. المهم ندخل إلى الموضوع الأساسي. إحدى الأخوات بعثت لي فيديو وكانت يعني هيك مزعوجة ومرعوبة إن شوف الفيديو هذا اللي نشرته قناة العربية. فخلينا نشوف الفيديو مع بعض وركزوا في الفيديو. دائما يا اخوان لما تشوفوا اي فيديو خصوصا في هذا الوقت لازم تركزوا فيه بشكل يعني دقيق جدا، وقبل ما تعلق اعمل تحليل عقلاني ومنطقي لهذا الفيديو. شوف هذا الفيديو صحيح ما هو صحيح، مين الجهة اللي بثت هذا الفيديو، يعني اعمل شوية تحليل فراح تعرف انه اذا كان فيديو صحيح ولا لا. تفضل يا اخوان نشوف الفيديو ونعلق عليه. في مشهد أثار جدل واسع على السوشيال ميديا، ظهر مقطع فيديو لمجموعة مسلحة بتلقي خطاب تحريضي ضد الطائفة العلوية في سوريا. الخطاب تضمن مطالب صادمة، منها إعلان 3 أيام حداد على أرواح الشهداء، ونقل قرى العلويين إلى مناطق إيواء، وصرف رواتب لأهالي إدلب كتعويض عن معاناتهم. المشهد تصاعد بمطالبة المجموعة بإقصاء العلويين من المناصب الرسمية، ووصل الأمر إلى دعوة لنصب المشانق، وهو ما أعاد للأذهان صور داعشية مرعبة بالنسبة للمشاهد. نحن شباب أهل السنة ممن ينتفض على نظام البعث البائد وعلى رأسه عائلة الأسد وطائفته النصيرية ومن والاهم. أما بعد، نطالب الحكومة الجديدة أولا بإعلان 3 أيام حداد على أرواح شهدائنا في كل البلاد. ثانيا وبشكل مستعجل إفراغ قرى النصيرية من قاطنيها ونقلهم إلى المخيمات وإيواء أهلنا المهجرين المكرومين. ثالثا صرف رواتب ومنحة مستعجلة لأهل الثورة في إدلب العز، كون قراهم هدمت وأشجارهم قطعت ورجالهم قتلت على أيدي النصيرية. رابعا منع أي نصيري من الالتحاق بأي وظيفة مدنية كانت أو عسكرية في البلاد. خامسا تعليق المشانق في الساحات العامة للقتلة في يوم واحد، والعاقبة للمتقين. المقطع قوبل هي لابد يعني هيك الفيديو تكبير، الله أكبر. هي الشيء الأخيرة لازم كل فيديو. تعليقات، والله تعليقات شيء 3500 صراحة. التعليقات يعني عجبتني وما عجبتني، يعني تعليقات كلياتها تقريبا
نحن أهل السنة دماءنا فداء للعلوية، لا تشعل الفتنة، أنا مسلمة وجارتي علوية، العلوية أهلنا، العلوية أهل، أنا من حمص السنية وأي حدا بمس أخوتنا العلوية رح أوقف معهم بدمي وبروحي. يعني كانت تعليقات صراحة رائعة جدا، رائعة جدا، يعني تظهر طيبة الشعب السوري. لكن الشيء اللي استغربته، لكن رجل كل التعليقات مصدقة، يعني مصدقة إنه هذا الفيديو صحيح وحقيقي وعم دافعوا عن الطائفة العلوية. فأنا والله كتير استغربت. طيب يا أخوان، خلينا نحلل هذا الفيديو مع بعض. أولا، مين الجهة اللي بثت هذا التقرير أو هذا الفيديو الكوميدي؟ قناة العربية. مين قناة العربية؟ ما كلياتنا بنعرف مين هي قناة العربية. قناة العربية يا أخوان دائما ضد ثورات الربيع العربي، قولا واحدا ضد ثورات الربيع العربي، بل ضد ثورات كل الشعوب التحررية. يعني وين في شعب بثور على حكومته إن كانت ظالمة أو طاغية، بتلاقي قناة العربية في المقدمة بتهاجم هاي الثورة. شلون بتهاجمها؟ ببث مثل تلك الإشاعات. فالجهة غير موثوقة. رقم 2، خلينا نشوف مطالب هدول الشباب اللي ادعوا إن من أهل السنة. أولا، قال إعلان الحداد لمدة 3 أيام، ومن خلال أشكالهم ومناظرهم وهتافاتهم يعني هن تقريبا دواعش، هن من الجماعات المتطرفة اللي هيك الداعشية. فنحن نعرف يعني إنه الجماعات المتطرفة والدواعش ما عندها هالفكر هذا، إعلان الحداد، رفع العلم، تنكيس العلم، رفع الراية السوداء، كل هالأمور هاي بيعتبروها بدعة وهن بحاربوها. فكيف هن عم طالبوا إنه إعلان الحداد لمدة 3 أيام؟ ومطلب سخيف، يعني مطلب سخيف. هو عم بقول إنه الرجال ذبحوا والقرى خربت وكذا وكذا، فعم طالب في مقدمة المطالب إعلان الحداد لمدة 3 أيام. المطلب الثاني وبشكل مستعجل، رجل شباب مستعجلين، يعني إنه إفراغ قرى النصيرية. وين وضعهم كل هدول الناس 2-3 مليون في المخيمات؟ هل نحن عندنا إمكانية إنه نفرغ قرى العلوية؟ هل هذا المطلب ممكن يعني واحد يعمله؟ معقولة هذا الكلام؟ يعني هل نحن كأهل سنة، هن نصدروا حالهم أننا أهل السنة، هل نحن أهل السنة عندنا هدف عقائدي أو حتى هدف سياسي، أو حدا منكم يا أهل السنة طلب هذا الطلب أو خطر في راسه ولو بينه وبين صديقه؟ مستحيل هذا الكلام، مستحيل يعني مستحيل إفراغ قرى العلوية وبشكل مستعجل، يعني على السريع خيوه بده مستعجل الزلمة. رقم 3، قال صرف الرواتب لمين؟ لأهالي إدلب. يعني شوف على الطلبات يا أخوان، طلبات ركيكة، طلبات دموية كتير كبيرة، وبنفس الوقت تلاقي طلبات جدا سخيفة. إعلان حداد 3 أيام، صرف رواتب لأهالي إدلب. طب ليش لأهالي إدلب؟ ليش فرضا مولى كل أهل السنة؟ إدلب، دمشق، حلب، حماة، حمص، يعني ليش بس إدلب يعني؟ رقم 4، قال منع أي نصيري من الالتحاق بأي وظيفة مدنية كانت أو عسكرية. طب مو بدك أنت متفقنا إنه نهجرهم وين؟ لمخيمات اللجوء، فتلقائيا ما راح يتطوعوا أو ما راح يتم قبولهم لا في وظائف مدنية ولا عسكرية. رقم 5، تعليق المشانق، يعني رجل بده يعلم مشانق كل طائفة النصيرية. يعني بتلاقي طلب بناقض اللي قبله، واللي قبله أسخف من اللي قبله. ورقم 1 بده يعلن الحداد لمدة 3 أيام، وهن أصلا نفسهم يعني الجماعات الداعشية ما بأمنوا بهذا الأمر، بيعتبروه بدعة وبيمنعوه بحاربوه. أخيرا، إذا بتشوف طريقة الإلقاء، يعني رجل ما عنده خطابة أبدا، يعني هيك لغته العربية ركيكة جدا، هيك ركيكة ويعني عم يشلف شلف كلام. لو تشوف أشكالهم يا أخوان، شوفوا أشكالهم والله، شوفوا أشكالهم، شوفوا الأشكال، شوفوا هذا، شوفوا هذا الأخير، هذا عامل لي شعرك مثل مكنسة، فارد هيك مثل مكنسة، لك وشه مبين اللي هون اللي جنبه هذا شعره طويل، من كتر ما طويل حاطه هيك على كتفه. الخمسة شعور طويلة، الخمسة شعور طويلة كتير، يعني هيك كل واحد مثل المكنسة. ليش؟
هذا نوع من انواع التكلف في الاخراج، يعني حتى يبين لك ان هدول ال5 شباب هن اهل السنه وهن اهل الثوره وهن الارهابيين، وهيك لحيتهم وهيك شعرهم كل واحد مثل مكنسه. يعني باين تكلف السخيف في طريقه الاخراج الركيكه، حتى يعني يظهر لك ان هدول هن اهل السنه، بل هدول هن اهل الثوره، وبالتالي ضربوا لك في سمعة الثورة السورية. يعني مشهد رخيص من مشاهد قناة العربية اللي نحن اعتدنا عليهم. لكن كل العتب يا أخوان، كل العتب على الناس اللي علقت بالآلاف المؤلفة. إيه، ما في منكم رجل رشيد؟ ما حدا منكم يعني حلل هذا الفيديو التافه؟ يعني حتى اضطريت أنا أطلع. والله لو شفت فيديو تافه يا أخوان، فيديو تافه كتير يعني ما في بحاجة أطلع وأبين كذبهم. لكن لما شفت التعليقات هيك يا أخوان إنه ما حدا كذب، ورغم إن هي تعليقات كلها إيجابية، كلها إيجابية والله العظيم، ما في تعليق واحد يعني روحوا أنتوا على الخبر ما في تعليق واحد قال نعم نحن معهم يجب قتلهم. أبدا أبدا أبدا. فهذا يدل على طيبة والله الشعب السوري وطيبة أهل السنة. إخوان نحن ما عندنا في العقيدة، حكيناها مرة ومرتين وعشرة وألف مرة، ما عندنا في عقيدتنا الدينية أو السياسية إنه نبيض طائفة عن بكرة أبيها إن والله لأني هن أجرموا ولا هن قتلوا. ما بتلاقي هذا الأمر أبدا عند أهل السنة، ولا حتى في نقاشاتهم الجانبية، ولا حتى ما بين أصدقائنا الأوفياء إنه والله ذكرنا كلمة إن لازم نبيدهم، لازم نشنقهم، لازم أبدا. فحذاري حذاري يا أخوان، أنتوا من هذا الفيديو تعلموا، خذوا الفكرة العامة، روح الخبر، الفكرة أو روح المعلومة، واسقطوها على كل الفيديوهات، وخصوصا في هذا الوقت الحرج الحساس. في عنا 1000 جهة وجهة استخباراتية ودول عم تعمل على إجهاض الثورة السورية، لكن بإذن الله نحن محميين من عند رب العالمين. وأنا أيضا براهن على يعني ذكاء وثقافة الشعب السوري إن نحن إن شاء الله أكبر من هاي الفيديوهات، وإن شاء الله ما تأثر علينا. بتمنى تكون المعلومة وصلت، وهذا كل شيء هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.